الله بقى على المعمر وجمال المعمر ولونه وريحته، حاجة كده تفتح النفس بجد. حلو جدا جدا، اخد لون حلو خالص. وما شاء الله سهل وبسيط كده، وما اخدش معايا اي وقت، وطالع معايا تحفة بجد. وانتوا برضو قولوا لي رأيكم فيه. هتشوفوه معايا دلوقتي، هوريهولكوا اهو. ان هو الحباية مفلفلة كده ومش معجنة. الطريقة دي حلوة جدا جدا اللي انا عملت بيها المعمر. شوفوا ما شاء الله الرزاية عاملة ازاي، تحفة. ومفلفلة كده ومش معجنة. ده اهم حاجة، انا بحب المعمر يكون بالطريقة دي. وكمان قدمت معاه فراخ وعملت صينية بطاطس برضو. الاتنين برام طالعين احسن من بعض. اهو، ما شاء الله عليه حلو جدا. يلا بينا كده ندخل نشوف الفيديو ونشوف الرز بتاعنا المعمر اتعمل ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى منكم كلكم تدعوا لأم وابويا دعوة حلوة كده، ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم، ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. ام وابويا وجماعة امواتنا ان شاء رب العالمين. وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة وفلسطين طبعا، ان ربنا ينصرهم بإذن الله، وربنا يشفي جرحهم ويرحم موتاهم، وربنا يثبت أقدامهم بإذن الله إن شاء رب العالمين. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف طريقتنا. سهلة كده وبسيطة ويعني، والمادة الدهنية كانت قليلة جدا. أنا من الناس اللي ما مش بحب أكتر فيه المادة الدهنية، بس كان طالع تحفة تحفة زي ما انتوا شفتوه معايا في أول الفيديو. يلا بينا. انا بحب اعمله في البرام. بصوا انا معايا البرام قبل ما تستخدميه في عمايل الرز المعمر او صينيه بطاطس او اي حاجه. ولعي فرن البوتاجاز وحطيه فيه فاضي كده لحد ما يسخن. وايه بيغير ريحته كده وبيغير طعم الحاجه، بيبقى طعمه حلو جدا لما تستعمليه في الاكل بعد كده. هنا حطيت الرز بتاعنا اهو. طبعا انا كنت غسلاه بس ما نقعتوش. غسلته على طول وصفيته كويس جدا وحطيته في البرام. اللهم صل عليك يا نبي. معايا هنا قشطه بلدي، قشطه بلدي اللي هي وش اللبن. القشطه دي اللي هي وش اللبن. حط له كميه حلوه كده، هي يعني ما بتبقاش مثلا زي ما نحط السمنه البلدي او الزيت، نكتر الزيت والماده الدهنيه التانية دي. هو يعني ما بيبقاش قوي اللي هو الوش اللبن، زي السمنه يعني. انا معايا 2 برام، عملت في الاتنين اهو. زي ما هعمل في اللي هو احطه في اللي هو الصغير ده الكبير، هعمل برضو اللي هو الصغير نفس الطريقة. اهم حاجة بقى لما تحطي القشطة كده، تغلفي كل حباية في الرز، تغلفيه كويس جدا كده. بتعمليه بايدك كده او بالمعلقة لو انت حابة تعملي من المعلقة. ومحدش يقول لي بقى ايه بالايد ومش عارفة، احنا ايدينا كلها نظيفة وكلنا بنشتغل طول النهار في المطبخ. لازم تغلفيه كويس جدا، ولازم كل حباية من الرز تتشرب من المادة الدهنية اللي انت حطاها. هنا برضو اللي هو البرام الكبير. بصوا ما بعمله في البرام بدوله طعم حلو قوي قوي. عايزه تعملي في صينيه وما فيش عندك برام عادي بتطلع حلوه جدا جدا، بس انا بما ان عندي البرام فقلت ايه اعمل فيه وخلاص. انا من الناس اللي بحب الحاجات الفخار قوي، تلاقيها عندي كتيره جدا. يعني ده من مكان وده من مكان اللي هو الصغير من مكان وده من مكان. حطيت هنا معلقه سمنه عاديه، لو عندك سمنه بلدي تبقى حلوه جدا جدا. وحوالي 3 معالق زيت. الزيت بنحطه ليه؟ علشان يفلفل لك الرزايه كده ومتبقاش معجنه. آه، طريقته سهله. هنا بقول لكم ان انا هعمل معاه صينيه بطاطس برضو، وعملت معاه فراخ. كان سهل كده وحاجه تفتح النفس. ظبطي انت الملح بقى بتاعك وتدوقيه بقى كده. ومش هقولك مقدار معين للملح لان بيختلف من ممكن تعملي كمية اقل من اللي انا عاملاه. الاضافة اللي انا ضفتها هنا وناس كتير ما بتضيفهاش اللي هي الفلفل الاسمر. انا بحب اضيفه بصراحة. لما ضفت الفلفل الابيض، لو انت عايزة تضيف الفلفل الابيض براحتك، بس انا لما ضفت الفلفل الابيض حسيت ان هو غير لي طعم الرز، مش عارفة ليه، بس انا يعني بحبه باللي هو الفلفل الاسمر. بتحطي المادة الدهنية بقى، السمنة او السمنة البلدي اي حاجة عندك. وتفضلي برضو تغلفي الرز كويس جدا بالحاجات اللي انت حطيتها، الملح والفلفل الاسود والحاجات دي. هنا انا حطيت المقدار بتاعي اللبن بقى. وضفت كمان كوباية بكوباية مية او شوربة، يا اما تحط مية يا اما تحط شوربة، بس انا في اليوم ده حطيت مية. اللي هي كوباية المية العادية بتاعة الشرب بتاعتنا دي. مليتها على قد الكمية اللي انا عاملاها. حطيت في الاتنين مية. المية بتحطها ليه بقى؟ علشان لما تدخليه الفرن مش يفور منك ويبهدل الدنيا.
هو هنا وقع مني في الفرن على فكرة، بس وقع مني وانا بشده كده طلعه بره عشان اوريهولكم، وقع مني شوية، لكن هو ما فرش في الفرن. اللهم صل عليك يا نبي. انا هنا بوريكم لسه، هو لسه ما استواش، كان في اللقطة اللي فاتت دي ما استواش، كان لسه بادئ ياخد لون. هنا بقى الحمد لله خد السوا الكامل. شوفوا بقى، وسبته شوية يتردد كده، وقفلت عليه الفرن وهديت عليه شمعة عشان يطلع معاك رز حلو كده ومفلفل ومش معجن واخد اللون الجميل ده. ولعي من فوق الفرن من تحت ومن فوق، ماشي. وهدي النار، لا تكون عالية قوي ولا هادية قوي، هيديك اللون ده حلو جدا ومش هيفور منك ولا اي حاجة. شوف اللون بتاعه تحفة بجد، حلو قوي قوي. هنا بقى بعد ما نزلنا طبعا والحمد لله، عملت بقى صينية البطاطس فوق، وعملت المعمر برضو فوق. حلو جدا جدا. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم ويكون فيديو خفيف عليكم، واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد. مع ألف سلامة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.